يا ربي تحفظنا وتنجينا من الاصدقاء ديالنا، من صحابنا اللي قراب لينا واللي كنثيقوا فيهم. اما الاعداء راه باينين، ما محتاجينش المساعده وخصنا نتكلفوا بهم. هذه الترجمه ديال واحد المثل فرنسي معروف اللي هو مون ديو بروتيجي موا دو مي زامي كونت ا مي زينمي جو مون شارج. وهذا مثال كنسبوه الرئيس ديال فرنسا عبر التاريخ اللي هو بونابرت. كانوا كيقولوا تعرض لواحد الخيانه واش عسكريه ولا سياسيه من الاقربين ديالو. وكان كذلك فولتير كان كيقولوا الاصل ديال هذا المثل هو فولتير، واخا ما باش هي العلاقه ديال فولتير كشخصيه ثقافيه وفلسفيه مع المثل، ولكن اللي كان معروف بهذا المثل بزاف هو جاك ميسرين. جاك ميسرين كان متمرد، كان مجرم، هرب من الحبس، كان العدو رقم واحد لفرنسا في السبعينات. وكان تعرض لواحد الخيانه من الصديقه ديالو اللي كان كيعطيها الاسرار وكان كيثيق فيها بزاف، وهي وشات به البوليس وكان شدوه في الشارع العام وكانوا قتلوه. اذا هاد ثلاثه الشخصيات بونابرت، فولتير، وجاك ميسرين، وغنزيد عليهم الشخصيه ديالي تنيا حميد اللي عندي واحد القصه اللي غنعاودها لكم وتبعوها معايا. فكان معنا واحد التكنيسيان بدا معنا الخدمه. التكنيسيان كان مزيان متفوق في التكنيك وما كانش عنده بيوميديكال، كان من ليستيا لانستيتو سوبيريور دو تكنولوجي ابليكي اللي كانت تابعه للتكوين المهني. ولكن في ذيك الوقت كانت ما كانوش المدارس بيوميديكال، ولكن كانوا كيخرجوا الناس في تكنيكمون مستوى عالي، يعني نظريا وتطبيقيا. وكانوا اكثريه اللي كانوا كيمشيو لهذا الانستيتو كانوا كيديروا في لافاك، كتبقى لهم فرصه اخيره هي السونتر، وكيعطيو له ماكسيموم. وكان التكوين حتى هو جيد، ما عرفتش انا دابا الواقع ديال السونتر دابا اكسيوالمون، ولكن كانوا كيجيو بما ان عندهم فرصه الاخيره وهذاك هو المستقبل ديالو، فكانوا بزاف متفوقين. هذا كان منهم، وكنت انا كنساعدو لانه كان مزيان. وكان جاي لواحد المنطقه في المغرب اللي كتعجبني، عندي واحد الميول ليها. الحمد لله المغرب كله مزيان، ولكن هاد الناس هادو كان ظريف ومنطقه كتعجبني دونك، وما كانش ولد كازا تعاطفت معاه، وحتى انني ساعدته حتى في التكوين. فهو ما كانش بيوميديكال، كان كيقدر يصاوب لك ان ديفيبريلاتور، يبدل لك كوندونساتور، يصاوب لك اون كارت اليمونطاسيون. كان رائع، كان متميز في القراءه ديال لو شيما، في لا لوجيك، في الاناليز ديال. ولكن حتى كيصاوب هذا عاد كتقول لي هذا راه ديفيبريلاتور، خصك تمشي تقرا على شنو هي فيبريلاسيون كاردياك، وتقرا على القلب وتقرا. فكان كيدير لا فورماسيون ا لونفير، كيخدم في الريسبيراتور، كيشوف لي زانومالي ديال ان كابتور دو ديبي خاسر، علاش يدير الكاليبراج يدير. ولكن عاد غادي يمشي يقرا على شنو هي لا فونتيلاسيون ميكانيك، شنو علاقتها بلي بومون ولا فيزيولوجي. دونك دار هذا التكوين وكان عطى النتيجه ديالو، يعني في ظرف واحد 3 سنين ولا مزيان. فانا طورت العلاقه ديالي معاه حتى ولينا اصدقاء. ما بقاش العلاقه ديال انا مسؤول عليه الشيف ديالو ولا صافي، ولينا صحاب، ولينا كنتلاقاو، ولينا حتى لواحد النهار اللي غنتصدم فيه هو ان واحد النهار عيط لي المدير قال لي حميد راه عندي الثلاجه ديالي في الدار راه طاحت اون بان، كطيح لي الضوء. انا قلت له راه الضوء ربما كاين غير شي كور سيركوي، يقدر يكون من الثلاجه ولا من شي حاجه اخرى ولا شي حاجه في لاكوموند في الثلاجه ربما. قلت لي نمشي نشوفها. ايفيكتيفمون خديت السيكانس ديالي، ديك الساعه كانت السيكانس، ديت لو تياج لاباري دو ميزور، مشيت لقيت بان لو جروب الكومبريسور اللي اون بان، لان درت لا كوموند، عطيتها لاليمونطاسيون ديريكت، خدمت ولكن كيسخن دونك كاين بروبليم. وحنا كنا عندنا كانت عندي انا يعني درايه في الفروه، في الجروب الفروه، لان كنا كنخدموا لي نوتريبون ريفريجيري وفي لي سونتريفيجوس ريفريجيري. دونك كانت عندنا بارتي ديال الفروه كانوا عندي فيها دي نوسيون افونسي قرينا عليهم، وفي لا دوكيومونطاسيون في لا فورماسيون. دونك الا كان مشكل صعيب اللي خصو يتبدل الغاز ولا رومبليساج ولا ان فويت اللي فيها لا سودور، كنا كنتعاملوا مع واحد السيد روتريتي، واحد ليكسبير اللي كان عنده اتوليي كان حدانا تما، هو اللي كيتكلف. بالفعل انا عيطت لك راه الكومبريسور هو اللي مشى، ماشي شي حاجه لا كوموند ولا شي حاجه اللي عندها علاقه وديك الثلاجه كانت كبيره وفيها جوج البيبان وعاليه وفيها لي زيتاجير. كانت قال لي داكور ديها لعندك السيد صاحبنا. انا ديتها، السيد شافها قال لي راه ماشي من الفروه، ماشي من هذا الكومبريسور. قال لي داكشي اللي قلتي يعني الفرضيه ديالك هي الصحيحه،
غير بدل الكومبريسور. كندير ان دوفي عطيته انا المدير اونتر طون بقات شي اسبوع هو كان خدا ثلاجه اخرى. هذه قال لي صافي حميد ما سي با انتيريسون ملي تقدامت شوف كي غدير ليها. قال لي خذها ولا شوف كي غدير ليها. انا باش غناخذها بانت لي كبيره غنجيبها للدار عندي هي قد الكوزينه ديالي دونك انت باش تدخلها صافي. قلت غادي نصاوبوها ونشوفوا كي غادي نديرو. اونتر طون هذاك لو تكنيسيان اللي كان اكثر من صديق واكثر من اخ وكنت درت فيه بزاف ديال الخير طلع عند المدير وقال ليه بغي ديك الثلاجه راه انا عندي مشروع ديال الزواج. قال لي ما كاين حتى مشكل سير قولها لحميد وراه غادي يعطيها لك راه عند السيد ويجي عندي. قال لي حميد قلت له بصحتك وطلبني حتى على الكاميون كان عنده الكاميون. قال لي نمشي نديها نجيبها من عند السيد ونديها لداري ولكن بعيد 30 كيلومتر على كازا. قلت لي سير عطيته حتى لوطوريزاسيون باش يمشي في الكاميون. مشى داها القصه انتهت هنا كلشي عادي مشى. اللي ماشي عادي هو غدوز واحد جوج الاسابيع غيعيط لي المدير غيقول لي حميد واش ما قال لك والو فلان لو تكنيسيان. قلت له لا. قلت له لاباس. قال لي راه قال لي هذيك الثلاجه راه مشى لقى فيها غير واحد شي رولي ولا شي حاجه. قال لي راه خدامه راه كيبرد فيها الماء راه فيها الماكله امبيكابل. قال لي هذا خص ترد مع البال لان هذا الشيء كانوا يقولوا لك انت. قال لي ملي قالها لي انا قال لي واللي صدمني هو ملي قلت لي علاش ما قلتيش لحميد. قال لي لا ما بغيتش نقولها للسي المدير لان غيبقى فيه الحال. شو كيخمم لي غيبقى فيه الحال يعني شوف العصير ديال الخبز غيبقى فيه الحال. هو راه كياكل في اللحم ديالي انه كيعطي للمدير لان هنا غنتمس انا في لي كومبيتونس انني درت ان دياغنوستيك ماشي هو هذاك ولا غنتمس في الثقه وانني راه داير معهم الكومبريسور غنقسموا الفلوس وفي الحالات بجوج كنتمس انا مباشره. فهنا بعد دخلت في راسي بان هذاك لو تكنيسيان لو لوندومان معامله اخرى وزعما وسياسه اخرى درتها في راسي. حتى المدير وانا نقول له وانا كنت متاكد بانها ما خداماش فزدت اكدت للمدير قلت له راه مستحيل راه عبرتها وشتها وراه عطيتها اون اليمونطاسيون ديريكت يعني حيت لو كليكسون حيت لو رولي يعني انا سور سيرتان. عاد هادشي كله عاود ثاني راه ايتي فاليدي بار داك ليكسبير دونك ما يمكنش تكون خدامه. قال لي هذا الشيء الا ما كانش خدامه راه هذا خطير اكثر من القياس لان كان اللي نفرض كاع كانت خدامه كان يسكت وبصحته صافي يجي يقولها لك هذا راه رد مع البال. قلت له غنمشي دابا انا وياه نشوفوها. قال لي سير. جيت هبط عنده لقيته في لاتولي قلت له يلاه معايا للدار عندكم. قال لي علاش قلت له قلت غنمشيو للدار نشوفوا الثلاجه. قلت له راه قال لك المدير انا كنت غنقولها لك. قلت له ماشي مهم ماشي هادشي اللي بغيت نناقش شكون اللي غادي يقولها الاخر. غادي نمشيو دابا غتمشي معايا دابا للسيكانس للدار. هو كان انطوائي ما كيبغي حتى واحد يدخلو للدار ولكن غندخل انا عندي مبدا انني خصني نشوف هاد القضيه نتبعها جوسكو بو. مشينا للدار عنده 20 ولا 34 كيلومتر على الدار البيضاء. غادي يدخل غادي يطيح الضوء غايقول لي راه الضوء. قلت لي ما كاينش الضوء غادي عندي في السيكاز رالونج غنمشي ناخذ من عندك من الحانوت وغادي نديرها. قلت لي الضوء غطلعو راه عندك الضوء. وقلت لي بغيت نشوفها حيت الا كانت خدامه غتعرفها. ملي حل لي الباب يتبان لي باقا في المراح يعني ما دخلش الكوزينه. هو عنده الكوزينه صغيره وهي كبيره يعني ما غيدخلهاش. كان باغي غير يبيعها. هو ما كانش عيب انا عندي يبيعها ولكن اللي خطير هو هادشي اللي قال. ملي دخلت ليها دخلت بلا اذن المراح درت هجوم حليتها بانت ليا ناشفه ما كاينش عليها الحاله ديال الخدمه. حتى دوك اللي شانت دي كابل اللي كنت كنتيستي بها باش نعطي لاليمونطاسيون ديريكت باقيين فيها. قلت له واش هذه كانت خدامه صافي. وانا نقلب الاسلوب وقلت شي هضره ما يمكنش نقولها دابا ولكن قلت لي بانك انت راك ماشي خصني نحضر معاك من غدا اعتبر بانك راك واحد اخر. وهذا صدمني لان انا عاونته وساعدته وحتى الوضعيه ديالو الماديه في الادارات كنت كنعطيه اون ايفالياسيون مزيانه ليه وكان حتى صدمني لان هذا اللي قال هاد الهضره كما قلت غادي يمس لي كومبيتونس ديالي ولا غادي يمس الثقه اللي عطيني المدير. وجوج الحوايج ماشي في صالحي. اما درت موفي دياغنوستيك دونك ما في يديش وانا الجروب فرواشنا هو ان رولي كليكسون اون اليمونطاسيون باش تعرف الكومبرسور خاسر سي الA B C ديال التكنيك ولا رانا داير مع السيد. دونك في الحالات بجوج هذا اللي كيقول ليه راه ما بغيتش نقولها ليه غيبقى فيه الحال.
دونك صافي تاكدت بان وقت اللي قلت الغد ليه غدا رد البال معايا، انا غنعد فيك الخدمه، الا بغيت تمشي بحالك غير سير، من في صالحك تمشي بحالك من غدا. جيت عند المدير قال لي هذا راه غادي يخسر لك ليكيب، الشيء هذا ولد الحرام. انا قال لي الشيء كون كان مزيان واخا كاع يلقاها مصوبه يجي يقولها لك وبصحته ويسكت، ولكن هذا اللي كيقول هذا الشيء اون بليس هذا الشيء كله كذوب. دونك انا الثلاجه بعدا مشينا جبناها ما بقاتش عنده، حيدناها من عنده، رديناها، ما عرفتش شكون اللي كان خداها بار لا سويت. هو الغد ليه بديت معاه واحد السياسه اخرى خطيره، لدرجه انني وليت انا اليز نتصرف معاه بواحد العنف في اطار بروفيسيونيل. صافي خدمت 3 ايام 4 ايام ما قدرش يتحمل، بغى يمشي بحاله. قلت له تو سويت مشي بحالك تاخذ الصالير ديالك، تو سويت غتمشي. المدير قال لي من الاحسن يمشي، بالفعل غادي يمشي بحاله. دونك حيدنا واحد ليليمون كان مغطي بالصداقه والاخوه، هو راه الداخل ديالو كان خطير، لان هذا اللي كيدير. واوريزمون لقى المدير كيفهم بحال هذا الشيء، كون لقى شي مدير اخر ربما غادي غيسمعوا ويدوروا الهضره وما. المهم اللي غنقول لكم هو ان غدوز واحد الشهر ولا شهرين غيجي عندي للدار، غادي يدق نخرج غنلقاه. قلت له اش كدير اش بغيتي؟ قلت ليه انت راه قال لي بغيت معاك نجلس معاك في القهوه. قلت ليه حتى في القهوه حرام نجلس معاك، انت ما بزاف عليك باش نريح معاك. اشنو بغيتي؟ قال لي انا بغيت، قال لي راه غادي نمشي ما غنبقاش كاع في لاكتيفيتي ديال الميديكال وغنبدل كل شيء وغادي نمشي بحالي وغنمشي لواحد البلاصه اخرى، ولكن قال لي راه انا تعذبت وبغيت نجي نتابع معاك. قال لي انا ما درتي فيا غير الخير، وملي درت الفيلم الاخر قال لي انا راه المونك ديكسبيريونس وهذا وكنت اجيتي. قلت له ماشي المونك ديكسبيريونس، هذا العصير ديال طاط ما يمكنش تقول. ولكن واخا هكذاك تعاطفت معاه في الاخر، سمحت ليه، لانه حتى كاع اللي كان خطا ربما باقي ديك الساعه جون واخا ما عنده حتى شي هدف، هذا خطا غادي غير باش يسيء لك. المهم تسامحت معاه، تعانقنا. قلت له سي الله يعاونك. قال لي انا ربما ما بقاش تشوفني نهائيا، ما نبقاش في لو دومين وما غنبقاش نتلاقاو، ولكن بغيت نمشي وانت. قلت له سيدي الله يسامحك، حتى دابا والله الا مسامح ليه، ربما الا كان كيشوف هاد لا فيديو رانا مسامح لك. انا بغيت نعاودها هاد القصه خليتها انونيم في الزمان والمكان وفي كل شيء، غير باش تكون عبره. ولكن غادي نتلاقى مع واحد النهار، ولكن عادي جدا، ولا واحد اخر ولا ميوق ولا المهم القصه غتنتهي في هنا. والعبره هو ان الصديق ملي كيتحول لعدو هو الخطير، اما اللي كيبان عدو في الاول فكتستعمل معاه الادوات اللي كيستعمل معك هو فيها، وتكون سبورتيف وكل ما يرغان.